بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أهلا بكم. موعدنا اليوم مع الجزء الثالث من مغامرة غزاة المدينة. الفقرة الخامسة بعنوان في غابات بريستول. فتح ممدوح المظلة ليهبط ببطء فوق إحدى المناطق الجبلية المنحدرة، ثم تخلص ممدوح من المظلة وأخذ يهبط المنحدر الجبلي في طريقه إلى أحد الطرق الرئيسية التي تطرقها السيارات. ثم راح ممدوح يشير بإصبعه إلى السيارات المنطلقة على الطريق المرصوف إلى أن توقفت له إحداها، فأسرع نحو سائقها يقول: من فضلك أريد أن أذهب إلى أقرب طريق من بريستول. ففتح له الرجل باب السيارة قائلا له: إنك محظوظ يا عزيزي، فأنا ذاهب إلى بريستول نفسها. ثم انطلق الرجل بسيارته ومعه ممدوح الذي قدم له سيجارة، فأخذها منه شاكرا وهو يقول: ولك ما الذي يجعلك تذهب إلى بريستول في هذا الشهر من السنة؟ إننا في الشتاء والمناخ هناك رهيب، خاصة عندما يبدأ الجليد في التساقط على غابات بريستول الكثيفة. لولا أنني ذاهب للتعاقد على صفقة أخشاب للعام القادم ما حملت نفسي مشقة الذهاب إلى هناك أبدا. قال ممدوح: في الواقع إن لي ذكريات هناك أحب أن أسترجعها في هذا الشهر من السنة. قال له الرجل غامزا بعينيه: لا بد أنها ذكريات عاطفية. أجابه ممدوح وقد بدا عليه التبرم من ذلك الرجل اللحوح: نعم هي كذلك. وعاد الرجل ليقول: لا بد أن تلك الذكريات كانت في ذلك الفندق الصغير الذي يقع على حدود المنطقة، فهو المكان الوحيد الصالح للسكن في بريستول في هذا الشهر من السنة، ولا يسكنها بصورة دائمة سوى ذلك الرجل الغامض المدعو البارون ريمون الذي يقيم في ذلك القصر التاريخي الذي ورثه عن أجداده. واسترعت تلك الكلمات انتباه ممدوح الذي سأله قائلا: هل بغابات بريستول قصور؟ أجابه الرجل في دهشة: كيف تكون من رواد بريستول ولا تعرف ذلك؟ إنه لا يوجد سوى ذلك القصر القديم الذي يرجع إلى أواخر القرن 18 ويقطنه ذلك الرجل المخبول ريمون. لقد كان هذا الرجل يدرس الفيزياء بجامعة هارفارد، ثم هجر الدراسة وعاد ليعيش في ذلك القصر المنعزل القديم الذي ورثه عن أجداده منذ 20 عاما، وهو لا يظهر في بريستول إلا نادرا، وتشاع عنه قصص وروايات مختلفة، ويقال أنه رجل غريب الأطوار برغم سيطرته على فريق ضخم من التابعين والخدم الذين يعملون لديه. كما يقال أيضا أنه قد ورث ثروة طائلة عن أجداده. هنا أوقف الرجل سيارته عند أطراف الغابة قائلا لممدوح: والآن يا صديقي سوف أتركك هنا، فالفندق الذي تقصده يقع على بضع خطوات شمالا، أما أنا فسأخترق بريستول جنوبا
نحو مصنع الأخشاب القائم هناك، أتمنى لك ذكريات طيبة. فشكره ممدوح وأخذ يسير على قدميه مخترقا الغابة الكثيفة، في حين كانت الرياح الباردة تعصف بأوراق الشجر الخضراء. ظل ممدوح سائرا على قدميه حتى وصل إلى أحد أكواخ الحطابين الذين يقومون بقطع جذوع الأشجار المنتشرة في غابات بريستون لحسابهم. وأخذ ممدوح يطرق باب الكوخ عدة مرات، على حين بدأت الثلوج تنهمر، وأخيرا فتح الباب عملاق ضخم الجثة أشعث الشعر، وقد أضفت عليه لحيته الكثيفة مظهرا يجمع بين الشراسة والهمجية. قال له العملاق بحدة: ماذا تريد؟ قال ممدوح: هل تدعوني للدخول أولا؟ فالجو سيء للغاية في الخارج. نظر إليه العملاق نظرة متفحصة ثم قال: إنني لا أدعو الغرباء عادة للدخول إلى مسكني، ولكن لا بأس إذا كان ذلك لا يستغرق أكثر من دقيقة. ثم فتح له باب الكوخ فدخل وهو يفرك يديه من قسوة البرد. قال له الرجل العملاق دون أن يدعوه للجلوس: والآن اخبرني عما تريد. فقال له ممدوح: إنني أبحث عن 5 من الرجال هبطوا بالمظلات في تلك المنطقة منذ فترة قليلة. وعلى أثر هذا السؤال لاحظ ممدوح انقلاب سحنة الرجل الذي قال له بسخرية: إن الذي يهبط من السماء إلى هنا عادة هي تلك الطيور التي أصطادها ببندقيتي، ولكنني لم أسمع بأنهم قد حولوا غابات بريستون إلى منطقة لتدريب رجال المظلات. قال ممدوح: إنني لا أعني أنهم مظليون عسكريون، لكنهم قاموا بالقفز بمظلاتهم فوق بريستون من إحدى الطائرات المخصصة لنقل الركاب. فقال له الرجل بحدة: إنني لست مستعدا لسماع تلك الخزعبلات، فإنني مرهق طوال اليوم وأريد أن أنام. لقد انتهت الدقيقة التي منحتك إياها. وقام بفتح الباب مشيرا لممدوح بالخروج. وشعر ممدوح بأنه لا جدوى من التفاهم مع ذلك الرجل الهمجي، فاستدار متأهبا للخروج، ولكنه قبل أن يكمل استدارته لمح إحدى المظلات الخاصة أسفل السرير الخشبي الصغير بغرفة الحطاب. خرج ممدوح إلى الطريق ونظرات الرجل العملاق ترقبه من خلال زجاج النافذة، وما أن أيقن من ابتعاده حتى أسرع بالخروج من الكوخ متجها نحو إحدى الأشجار الضخمة، واستخرج من داخل تجويفها جهازا لاسلكيا أخذ يتصل من خلاله بأحد الأشخاص قائلا: أريد منك أن تبلغ البارون أن هناك شخصا قد حضر للسؤال عن تلك المجموعة التي قامت بعملية الاختطاف الجوي. ورد عليه الرجل الذي كان على الجانب الآخر من الخط بقوله: ومن هذا الرجل؟ فرد عليه الحطاب: لم أعرف هويته، فقد صرفته منذ لحظات من الكوخ،
وجاءه صوت الرجل الآخر قائلا: غبي، لقد كان يجب عليك أن تتحفظ عليه وتتصل بنا. عموما استعد للرحيل من بريستون صباح الغد حتى تصدر إليك أوامر جديدة. قال الحطاب: أمرك يا سيدي، سأرحل مع بزوغ النهار. كان ممدوح في هذه اللحظة قد استدار عائدا، حيث اختبأ خلف إحدى الأشجار القريبة، وهو يسترق السمع إلى حديث الحطاب. ويبدو أن المناخ القارس والثلوج المنهمرة فوتا عليه أن يشعر بقدمه وهي تنزلق فوق إحدى القطع الثلجية المتساقطة. ولم يدري ممدوح بنفسه إلا وهو يسقط فوق أحد فروع الأشجار القصيرة التي انكسرت تحت ثقل جسمه، محدثة صوتا عاليا، فأثارت السقطة انتباه الحطاب، فأسرع بإمساك بندقيته حاملا الكشاف الذي أضاءه متجها نحو مصدر الصوت. وقد بدأ الليل يرخي سدوله، وبينما كان ممدوح يتأهب للنهوض من سقطته وهو يحاول أن يحرك ساقه التي تأثرت من عنف السقطة، إذا به يفاجأ بضوء الكشاف في وجهه، والرجل الضخم يصوب فوهة بندقيته نحو صدره. الفقرة السادسة بعنوان القصر الغامض. ابتسم الرجل الضخم بوحشية قائلا: كان يجب عليك أن تتزود بحذاء خاص بالمناطق الثلجية في مكان مثل بريستون، والآن ستنهض وتخبرني من أنت وما الذي أتى بك إلى هنا، وذلك قبل أن أدفنك في ثلوج بريستون. وتظاهر ممدوح بأنه يحاول النهوض، ولكن يده التقطت بأسرع من البرق كتلة ثلجية صوبها بقوة في وجه الرجل الضخم. كانت الضربة شديدة موجعة، جعلت الكتلة الثلجية تتفتت على وجه الرجل الذي شعر بألم مبرح. وانتهز ممدوح الفرصة وأسرع يعدو بين الأشجار متجها صوب كوخ الحطاب. وما أنت مالك الحطاب نفسه حتى أخذ يصوب طلقات بندقيته نحو ممدوح الذي كان يجري في اتجاهات متعرجة ليتحاشى الرصاصات التي كانت تتطاير من حوله. ولكن الحذاء الذي كان يرتديه ممدوح لم يمكنه من الجري وسط الثلوج المتساقطة، فعاد لينزلق على الأرض الثلجية مرة أخرى، وما أن استعاد توازنه حتى وجد الرجل العملاق يقترب منه مرة أخرى وهو يضغط على أسنانه بعنف ووحشية قائلا له: أقسم أن أقدامك هذه ستكون الليلة عشاء لذئاب الغابة. وأخذ ممدوح يتراجع بظهره حتى استند إلى جدار الكوخ، والرجل الشرس مستمرا في التقدم نحوه، وكأنه يريد أن تكون الطلقة قريبة منه حتى تدمر جمجمته.
وبينما كان ممدوح يستند بظهره إلى جدار الكوخ اصطدمت قدمه بشيء ما، فنظر إليه ممدوح بطرف عينه فوجده المنشار الذي يستخدمه الحطاب في تقطيع أشجار الغابة الضخمة. هنا تظاهر ممدوح بالاستسلام لمصيره المحتوم، وأغمض عينيه وهو يضع يديه خلف ظهره، وفي أقل من الثانية كانت يده قد التقطت المنشار ورفعه عاليا ليهوي به على ذراع العملاق الممسكة بالبندقية. أطلق الرجل الضخم صرخة مدوية من شدة الألم، على حين سقطت من يده البندقية والدماء تسيل من ذراعه بغزارة. وبنفس السهولة التقط ممدوح البندقية وصوبها نحو صدر هذا الرجل العملاق، قائلا له: والآن أيها الثور البدين سترشدني إلى حيث توجه أصحاب المظلات، إذا كنت لا ترغب في أن تكون أنت وجبة العشاء التي تشتهيها ذئاب بريستون. وألقى إليه ممدوح بالكشاف الملقى على الأرض قائلا: تقدم واستخدم هذا لترشدنا إلى قصر البارون. أطاعه الرجل الذي كان في أشد حالات الألم، وتقدم أمام ممدوح ممسكا بالكشاف المضيء في يده الجريحة، وقد كتم بيده الأخرى الدماء التي كانت تنزف من ذراعه. وظل ممدوح والعملاق يخترقان غابات بريستون حتى وصلا إلى مكان قريب من ربوة عالية، حيث أشار له الرجل العملاق بإصبعه عاليا وهو يوجه ضوء الكشاف قائلا: ها هو ذا قصر البارون، إنه يقع فوق تلك الربوة العالية، والرجال الذين تبحث عنهم موجودون هناك. نظر ممدوح حيث أشار الرجل فرأى قصرا غريبا حقا، فقد طليت جميع جدرانه باللون الأسود حتى بدا وكأنه أحد القصور الأسطورية التي تسكنها الأشباح. وأمر ممدوح العملاق أن يتقدم أمامه ليقوده إلى مدخل القصر، ولكنه أخذ يرتعد وهو في أشد حالات الذعر قائلا: لا 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 أستطيع ذلك، فأنت لا تعرف ماذا يفعل البارون بمن يخونه. أرجوك دعني أرحل، إنني لا أستطيع أن أتقدم أكثر من ذلك. ولكن ممدوح أصر على أن يتقدمه الرجل وهو يصوب فوهة البندقية نحو رأسه. وهنا أذعن الرجل وأخذ يسير مترددا أمام ممدوح، وهما يصعدان الأرض المنحدرة في اتجاه القصر الأسود. ولكن فجأة أطفأ الرجل الضوء المنبعث من الكشاف وألقاه على الأرض وأسرع يعدو هاربا بين الأشجار. هنا خشي ممدوح أن يطلق الرصاص حتى لا يثير انتباه الآخرين، ووقف لحظة مترددا بين مطاردته لهذا العملاق أو الاستمرار في طريقه، وأخيرا قرر الاستمرار
في مواصلة طريقه نحو القصر والتسلل إليه وحده. وظل الحطاب الضخم يعدو بين الأشجار متخذا طريقه إلى أسفل المنحدر، ولكن فجأة برز له من وراء إحدى الأشجار رجل يرتدي عباءة سوداء تغطي رأسه ووجهه وجميع أجزاء جسده، وقد اختفت عيناه خلف ثقبين صغيرين في العباءة. قال له الرجل وهو يصوب نحوه سلاحا غريب الشكل: لقد كانت الوسيلة الوحيدة التي تجعلك تغادر برستون آمنا هي أن تنفذ الأوامر التي كلفك إياها البارون. أما أن تتحول إلى خائن يقود الجواسيس إلى قصره فذلك ما سوف يجعلك غير قادر على مغادرة برستون وإلى الأبد. وصاح الرجل العملاق في ذعر: لقد كان يهددني بالقتل، صدقني، لا أريد أن أموت. وضغط الرجل على أحد الأزرار المثبتة في سلاحه الغريب، فانطلقت منه دفعة ضخمة من النيران، أمسكت بجسد الحطاب وحولته إلى كتلة متفحمة في لحظات. كان ممدوح في نفس اللحظة يتسلل بحذر تجاه قصر البارون، وقد هدأت حدة تساقط الثلوج وبدأ الجو في التحسن. وعندما أصبح على مسافة 20 مترا من القصر الأسود وجد الأرض تنشق تحت أقدامه فجأة ليجد نفسه وقد سقط داخل هوة عميقة تغطت أرضها بالأعشاب. هنا أدرك ممدوح أنه قد وقع ضحية لأحد الفخاخ المنصوبة حول القصر، ولم تكن مفاجأة بالنسبة لممدوح عندما رأى جدار تلك الهوة العميقة يفتح ليتضح له أنه متصل بأحد السراديب التي تمتد إلى داخل ذلك القصر الغامض. فقد علمته قراءة التاريخ أن أصحاب تلك القصور القديمة كانوا مغرمين بتشييد السراديب المختفية تحت الأرض حتى يتمكنوا من استغلالها في الهرب عندما يتعرضون للخطر. وأبصر ممدوح مجموعة من الرجال يرتدون العباءات السوداء التي تجعلهم أشبه بالأشباح، وقد انتصبوا أمامه من خلال السرداب ليقتادوه أمامهم نحو الطريق المفضي إلى داخل القصر الأسود. وعندما وصلوا إلى نهاية السرداب أمروه أن يصعد أمامهم في سلم معدني رأى ممدوح في نهايته بصيصا من الضوء. وما أن وضع ممدوح قدمه على الدرجة الأولى من السلم حتى تلقى ضربة قوية على رأسه من الخلف أفقدته الوعي تماما. وقام الرجال المقنعون بحمله والصعود به إلى أعلى. وإلى هنا أصدقائي الأعزاء تنتهي بنا أحداث هذا الجزء من هذه المغامرة الشيقة، وإلى أن ألقاكم في الجزء التالي أستودعكم الله.